الفكرة دي خطيرة جدا وكان نفسي اجربها بقالي فترة كبيرة. الفكرة من قناة اختراع طبعا زي ما انتم شايفين، وهي فعلا خطيرة وتحفة وهنجربها مع بعض. الحاجات اللي هستخدمها بسيطة وسهلة جدا. معايا هنا غيرة واي الوان اكريليك انتوا عايزينها، طبعا انا مش هستخدم واحدة بس يعني كمثال. كوباية بلاستيك زي دي عشان دي اللي هنشتغل فيها، وكوباية مية. ومعايا هنا بكرة مناديل، العنصر الاساسي. هي في الفيديو استخدمت لوحة صغيرة بتاعت الرسامين دي، عارفينها؟ ممكن تجيبوها من اي مكتبة عادي جدا. البديل بتاعها اي كرتونة انتوا عايزينها باي مقاس انتوا عايزينه. الكرتونة دي مقاسها 15 في 14. ليه وعشان ايه انا معرفش، هي طلعت معايا كده. علبة شفافة زي دي هنحط فيها كوباية المية بتاعتنا، وهنجيب المناديل بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نقطعها كذا قطعة. اكيد مش منديل واحد يعني، لا حبة كويسين. وهنحطهم في المية معايا لغاية لما يدوبوا. خلوا بالكوا احسن ماما تشوفكوا. انا ماما لسه ما شافتش اي حاجة الحمد لله، وهتتفاجئ ان شاء الله وتضروني بره البيت. دلوقتي بقى هبدأ اصفي المناديل دي كويس قوي من المية. اجيب بقى الكوباية اللي هشتغل فيها واحط فيها المناديل دي. فحساهم مش هيكفوا، اعمل تاني. خلاص كده انا زودت الكمية لان حسيتها قليلة شوية. دلوقتي بقى هجيب الغرة وابدأ ان انا حطينا مقدار كده معلقة ولا معلقتين. هنبدأ بقى ان احنا نقلب ده كله مع بعض. هي عملتها قلوب حمراء مع خلفية بامبا تقريبا يعني، بس انا عايزة اعملها ورود صفراء مع خلفية خضراء، فعشان كده انا هستخدم الاصفر. بس يا رب تطلع حلوة. للعلم انتوا ممكن تستخدموا الوان اكريليك او مركزات الوان، وبرده بتتجاب من المكتبة عادي جدا. بعد ما نحط اللون هنبدأ بقى ان احنا نقلب كويس قوي لحد ما اللون يتمزج مع المناديل. انا طلعلي عضلات في ايدي، بجد طلعلي عضلات في ايدي. المهم ان انا كده خلصت. اكتر واحدة هتلاقوها بتوسخ نفسها بالالوان انا. هل لو انا مسحت ايدي بالالوان هتمسح؟ هتلزق اكتر. احنا نروح نغسل ايدينا ونيجي نجيب بقى اللوحة الكدابة بتاعتنا، وهنبدأ ندهنها اللون اللي احنا عايزينه. اتمنى تظبط عشان انا متحمسة لها جدا بقالي فترة وهموت واجربها، فيا رب تظبط يا رب. ولو انها خلاص انا هختار الشكل ده. اكتشفت ان احنا لازم نسيبها تنشف، فهنسيبها تنشف شوية. اللوحة خلاص نشفت معايا، دلوقتي بقى هنرسم عليها. هنجيب بقى المناديل بتاعتنا وملقاط. هبدأ اخد حتت صغنطوطة وابدأ ارصها. حاولوا بس ما تاخدوش قطعة كبيرة مرة واحدة عشان الدنيا ما تبهوأش معاكم. ترى شكلها لحد الآن جميل. وانتوا بتعملوا مهم اوي ان انتوا تغرزوا كده كذا مرة زي الإبرة عشان يديكوا شكل الفرو او الصوف، حاجة زي كده. يا جماعة انا خلصت، شكلها حرفيا خرافة خرافة، شكلها كيوت اوي اوي اوي. بعد ما خلصناها طبعا نسيبها تنشف وتمسك مع بعض. مش مصدقه ان انا خلصتها اخيرا. هي متعبه شويه بس ممتعه وجميله جدا، استمتعت بيها جدا وتجربه جميله. جربوها وصدقوني مش هتندموا عليها خالص. ممكن تستخدموها ديكور كمان. انا كده خلاص خلصت. باي.